ازيكم يا احلى متابعين؟ تفتكري انك بتعملي كل حاجة صح وبتحسبي سعراتك، بس مع ذلك الوزن واقف ومفيش نتيجة؟ طب تعرفي ان السبب ممكن يكون في اول ساعة من يومك؟ ايوه، اول ساعة بعد ما تصحي بتحدد جسمك هيقضي اليوم بيحرق ولا هيكسل. النهاردة هقولك على اخطاء بنعملها الصبح من غير ما ناخد بالنا، بس بتبوظ الحرق طول اليوم بالكامل. وهقولك كمان ازاي تصلحيها بخطوات بسيطة تغير حياتك حرفيا. فخليكي معايا للاخر عشان الغلطتين اللي في الاخر دول 90% من الناس بيقعوا فيهم ومش بياخدوا بالهم. واول غلطة عندنا، اول ما بتفتحي عينيكي اول حاجة بتعمليها بتشيكي طبعا على الموبايل، بتشوفي اشعارات ورسائل او اخبار. اهو هنا اول غلطة، الموبايل اول ما بتصحي بيبوظ توازن هرموناتك. بدل ما الجسم يفهم انك صحيتي بيفهم انك لسه بتريحي، لانك بتفضلي ثابتة ومضغوطة نفسيا من غير حركة. وكمان الاشعة الزرقاء من الموبايل بتلخبط هرمونات الكورتيزول اللي المفروض ينزل تدريجيا طول اليوم، ولما يفضل عالي الحرق بيقل جدا. واول حاجة هتعمليها تخلي اول 20 دقيقة من يومك من غير موبايل خالص. اعملي حاجة بسيطة زي افتحي الشباك وخدي نفس عميق، اشربي كوباية مية كبيرة، او حتى بصي على نفسك في المراية وقولي لنفسك كلمة حلوة: انا نشيطة وجاهزة ليوم جديد. ده مش هزار، الحالة النفسية الصبح بتأثر فعلا على الحرق اليوم كله. وتاني غلطة بنعملها القهوة على معدة فاضية. أيوة، القهوة الصبح محدش بيستغنى عنها، بس القهوة على معدة فاضية ممكن تبوظ لك الحرق بدل ما تساعده. ليه؟ لأن الكافيين بيعلي الكورتيزول وده بيخلي الجسم يخزن دهون بدل ما يحرق. كمان بتزود الحموضة وده بيأثر على امتصاص المعادن اللي الجسم محتاجها للحرق، زي الحديد والمغنيسيوم. وهنا لازم تبدأي يومك بكوباية مية وبعدها حاجة خفيفة جدا قبل القهوة، حتى لو نص موزة أو شوية مكسرات، وبعدها خدي قهوتك براحتك. ولو مش بتحبي الأكل بدري ممكن تعملي القهوة بلبن أو حليب خالي الدسم عشان تهدي المعدة شوية. وتفتكري دايما إن القهوة وسيلة مساعدة مش حاجة سحرية. والغلطة اللي بعد كده إن احنا بنفطر فطار كله سكريات ومليان كربوهيدرات. هقولك حاجة بصراحة، الفطار هو مفتاح اللي بيشغل الحرق أو بيقفله. كتير مننا بيفطر كورن فليكس بالعسل أو عصير جاهز أو توست أبيض بمربى. ده كله بيفتح شهية الأنسولين على الآخر. تخيلي جسمك أول ما يصحى بدل ما يحرق الأنسولين يعلى فجأة، فيخلي الجسم يخزن دهون. وتقولي ليه بعد كده أنا باكل فطار خفيف ومش بخس ليه؟ لكن الفطار الصحي بروتين ودهون صحية وكربوهيدرات معقدة. يعني مثلا بيضة مسلوقة وقطعة جبنة قريش وعيش بلدي، أو زبادي يوناني ومعلقة شوفان ومعلقة صغيرة من عسل طبيعي. الفطار ده بيثبت السكر في الدم وبيخلي الحرق ثابت وبيقلل شراهة الأكل جدا. والغلطة اللي بعد كده ان احنا ما بنتحركش بعد الفطار. هقولك على سر صغير جدا، في دراسات بتقول ان مجرد المشي 10 دقايق بعد الاكل بيقلل نسبة تخزين الدهون بنسبة بتوصل ل30%. يعني بعد الفطار على طول لو قمتي اتحركتي حتى لو في الشقة او روقتي المطبخ او نزلتي تجيبي حاجة من تحت، ده كفاية يخلي جسمك يحرق الاكل بسرعة. اعملي عادة بسيطة 10 دقايق حركة بعد كل وجبة، مش لازم جيم ولا مجهود، بس حركة خفيفة تفرق جدا. والغلطة اللي بعد كده قلة شرب المية، وده اللي بنعمله كلنا. المية يا جماعة مش رفاهية، دي أساس الحرق. الجسم لما بيكون ناقص مية كل العمليات الحيوية بتبقى بطيئة، يعني الدهون بتفضل متخزنة. كمان المية بتساعد الكبد والكلى يشتغلوا كويس وده بيرفع معدل الحرق تلقائيا. عشان كده أول ما تصحي لازم كوباية مية كبيرة فورا. قبل كل وجبة بنص ساعة اشربي كوباية مية كمان. ممكن تحط شريحة خيار أو نعناع أو ليمون في المية عشان الطعم يبقى لطيف. وجربي تمشي بيها في إزازة طول اليوم، كل ما تشوفيها افتكري تشربي. والغلطة اللي بعد كده التوتر اللي في الصبح. الناس أول ما بتصحى بتفكر في الشغل والهم والمشاكل. تعرفي إن ده لوحده كفيل يبوظ الحرق. الاسترس العالي بيخلي الكورتيزول يفضل شغال طول اليوم، وده مش بس بيوقف الحرق، ده كمان بيخلي الجسم يطلب سكريات أكتر. عشان كده اعملي روتين صباحي هادي حتى لو 10 دقايق. اسمع موسيقى مريحة، خدي نفس عميق، اكتبي حاجة إيجابية. ابدأي يومك بطاقة حلوة عشان جسمك يترجمها الحرق مش تخزين. والغلطة اللي بعد كده السهر وعدم النوم كفاية.
ايوه دي غلطة برضو، لانك بتدخلي اليوم وانتي اصلا تعبانة. قلة النوم بتبوظ كل حاجة، الهرمونات والحرق والمزاج كمان. الجسم لما بينام اقل من 6 ساعات بيقلل الهرمون اللي بيشبعك ويزود هرمون اللي بيخليكي تجوعي اكتر. وعشان كده نامي بدري وسيبي الموبايل قبل النوم بنص ساعة. نامي في ضلمة كاملة عشان الجسم يفرز الميلاتونين اللي بيظبط الهرمونات. هتحسي بفرق رهيب في نشاطك وحرقك الصبح. وخدي بالك يا جميلة، الحرق مش بس أكل ورياضة، ده نظام حياة من أول دقيقة في يومك. ابدأيها صح جسمك هيشكرك. اشربي مية، افطري بوعي، اتحركي واهدي، وجربي تصلحي الأخطاء دي لمدة أسبوع واحد بس، وارجعي قولولي النتيجة في الكومنتات. وما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة، لأن دعمك هو اللي بيخليني أكمل وأجيب لكم أحسن محتوى دايما. سلام.